وأخيرا وبعد طول انتظار وبعد ولادة ظلت أكثر من 20 ساعة تقريبا، الوليد مقداد ونور مقداد يرزقان بطفلتهم الأولى، وهذا هو أول ظهور لها. السلام عليكم ورحمة الله. وأخيرا نور مقداد تلد بعد حوالي 20 ساعة تقريبا من محاولات الولادة الطبيعية، وبعد انتظار كبير جدا من كل الأهل والأقارب والعائلة، أيضا انتظار كبير جدا من الجمهور، نشرت عائلة مقداد هذه الصورة لحفيدتهم الأولى من الوليد ونور، وكتبوا جميعا على حساباتهم الرسمية: يا ربي لك الحمد والشكر، وليد صار بابا بشكل رسمي. ألف مبروك لكل عائلة مقداد، وألف مبروك للوليد ونور، ونسأل الله تعالى أن يحفظها لهم وأن يرزقهم برها إن شاء الله. جدير بالذكر بأن ولادة نور مقداد هذه استمرت لنحو 20 ساعة تقريبا، فبدأت من الأمس في حوالي الساعة 11 مساء واستمرت إلى الآن في حوالي الساعة 8 تقريبا. رزقها الله بهذه الطفلة الجميلة هي والوليد، فاللهم بارك لهما فيها إن شاء الله. جدير بالذكر بأنه هناك فئة من الجمهور انتقدوا جدا نشر عائلة مقداد لحدث ولادة نور على حساباتهم الرسمية، والذي بدأ منذ أمس كما ذكرنا سابقا، لكنه في حقيقة الأمر بأن نشر عائلة مقداد لبعض مقاطع من ولادة نور شيئا عادي جدا، وذلك لأنه كان بناء على رغبة عدد كبير جدا من الجمهور الذين أوصوا مروة حماد وأوصوا عصومي والوليد بأن يقوموا بتسجيل هذه اللحظات الجميلة جدا على حساباتهم الرسمية ومشاركتها للجمهور. أيضا نور لم تظهر أبدا خلال هذه المقاطع، وكل ما ظهر في هذه المقاطع هو استعداد العائلة لاستقبال المولودة الجديدة، فلا يوجد أبدا ما يمنع من مشاركة المشاهير بعض هذه الأحداث المهمة من حياتهم مع الجمهور. ولما لا، وعائلة مقداد لها جمهور كبير جدا في الوطن العربي ينتظرونها ويريدوا أن يطمئنوا على أول حفيدة لعائلة مقداد، فهذا حدث غير عادي بالنسبة لجمهور عائلة مقداد والمحبين لهم. أيضا قالت مروة حماد أثناء تصوير هذه اللقطات من الولادة، قالت بأن وليد أعد فيديو كبير جدا سوف يقوم بنشره كفلوج على حسابه الرسمي على يوتيوب هو ونور، يشارك فيه الوليد جمهوره بعض التفاصيل عن هذا الحدث المهم لكل عائلة مقداد. نسأل الله تعالى أن يبارك الله لهم فيها وأن يتم فرحتهم بها على خير. متابعينا، خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.